وبالتالي تكون الجزائر لليوم الثالث على التوالي تفشل في الوصول إلى أحد المقاعد. ولا مقع والو ما كاين والو ما عندنا والو الله والو والخدمة والو القراية والو الرياضة والو والكورة والو الحكومة والو والسكنة والو والكورة والو الحكومة والو. كل يوم من ده دوز الحمار. السلام عليكم اخوان اخوات، سلام الله عليكم اجمعين. هيهات انتم هيهات، والفيديو كيستحق لايكات نعم، والبارطاجات والتعليقات نعم، وديروا ابينو. المهم الخوت، كما كتعرفوا معنا هاد التصويره هادي ياك ديال بريبيطه الرطيطيبه ديالنا هو المنصوري. ديك ردة الفعل ديال اجعلور غادي نشوفوا كلشي، ولكن قبل الملاحظه باش نلاحظوا شويه، كان معنا لاعب الجودو تعقلوا عليه ديال الكاتش الهاتش ولا الباتش، او تا هو كان تما. غادي يشوفوا الاخوان بزاف، ولكن اللي ما ردوش البال هو هاد اللقطه هادي. شوفوا معايا. ايوا شتو انا كبرتكم كاع الصوره. ديك اللعبه ديال يعني كاين واحد الحرقه انسان تحرق، ولكن الافريقي اللي جا كيسلم عليه كيفاش كيسلم عليه؟ كنظن كيسلم عليه كاين ثلاثه ديال النظريات. النظريه الاولى كيحسب الله الا المغرب اللي ربح، النظريه الثانيه كيحسب له برويطه راه جزائري، النظريه الثالثه هي ديك قبله الوداع، يعني جمع سري ولادك ما بقاش تشوفوك هنا. لا حول ولا قوه الا بالله. بغيت نسمعكم واحد اللقطه واعره ديال واحد الافريقي شنو غادي يقول. سمعوا معايا سمعوا. Ami, frère bien-aimé, alors c'est un monsieur très gentil, très courageux, ambitieux, et les projets qu'il fait vers l'Afrique, vers l'Algérie, parce que quand tu touches un pays, c'est l'ensemble de la région qui est touchée, et c'est quelqu'un qui se débrouille pas mal. Donc celui qui peut l'aider, il faut l'aider, parce qu'il mérite. Il est très gentil, il est très courageux. Donc je travaille aussi depuis très longtemps avec les Algériens. Hein. Algérie un jour, Algérie un jour, Algérie toujours. Algérie toujours. ايوا الحمد لله، ماشي انا اللي قلت، هما اللي قالوا والو. فهمتوا؟ الحمد لله. فعدي لكم الفيديو القاتل، شي حاجه مدمره. سمعوا معايا ان منار الخريطي الباغل فارغل البقره عنده كلام خصكم تسمعوه. خدم. انا كنهضر على معطيات اللي كنشوفها كمحلل، كان خاصها تحط قدامنا باش نعرفوا ونفهموا ماذا وقع. مشينا للاتحاد الافريقي الى كانت، لان هذه المساله خاصها خرجات خريطه اللي حطتها اثيوبيا، واحد الخريطه خطيره جدا فيها واحد المس واضح بالسياده ديال البلاد ديالنا. خريطه شناها اللي راجت هنا، فقط كان خصنا نسمعوا من الناس اللي تما شنو وقع بالضبط. خريطه خطيره جدا، وهنا هذيك الخريطه ملي كنشوفوها واضح بانها امتدت لها الايادي الجزائريه. ما كاينش فيها اللعب، ما كاينش فيها اللعب، امتدت اليها الايادي الجزائريه. هذيك الخريطه واضحه، هذه المساله هذه ما فيهاش شك نهائيا. ثم انه هنا كيطرح واحد السؤال، هنا كان خصنا نوقفوا ويكون احتجاج، بمعنى احتجاج رسمي على هذه المساله، لانه خاصها تخلق واحد الازمه تما.
قبل الانطلاق ديال الاشغال. هو فرغل ديما خصها تكون ازمه، ولكن هذا شكون زعما كيدق على من كيدق؟ كيدق على بريويطه. كيفاش بريويطه يا رطيبيطه؟ فين الدوله الزريبه؟ وسكتي بريويطه ما صنود نزاع خصو ينوض تما، ولكن بريويطه ما دار والو. كمل يا فرغل. وحنا كنعرفوا بان عندنا خريطه وكان خصها توجه الى مباشره، توجه الى الاطراف اللي دارت هذه المساله، الا كان الاجهزه ديال التواصل انها تمشي مباشره للجزائر، لانها باينه. غيقول شي واحد لا باينه بان الجزائر خدمات في هذه المساله كيفاش يعني. اي كمل. انا بان بانه كاين تواطؤ منذ البدايه. وصلت بون اولا الحقائب اللي توزعات في الفنادق في أديس أبيبا، مجموعه ديال الفنادق منهم فندق تما شيراتون سكايلايت، هادو فنادق اللي توزعات فيهم اموال كثيره جدا. معلومات تقول بانه الى حدود الليله كامله والفلوس كتوزع. دبلوماسيين جزائريين ديك الشكاره حمراء كيمشي للفندق وكيعطي الفلوس ليله كامله من التوزيع. فرغل واش كتقول هادو جزائريين ولا مغاربه؟ هادو راه في اديس ابابا، هادو مغاربه ولا جزائريين؟ الاخوان اللي كتفرجوا فيا خليو تعليقاتكم وقولوا لي شكون هاد الناس هادو. واش هادو شكون هادو؟ واش هادو؟ كمل فرغل. باش يوصلوا لهذا المنصب ديال نائب ديال الرئيس ديال الاتحاد الافريقي. السؤال هنا شحال المبالغ؟ وهذه افريقيا، ولكن هذا السلوك كان على الاقل الصور تخرج، راه خرجت صور وتبدا من تما، بمعنى من تما تبدا العمليه ديال واحد الهجوم اعلامي كان خصو يكون على هذا الجانب هذا. لان هذه هنا كتذكرنا بالمنظمات الوحده الافريقيه ملي كانت كتمشي للجزائر وكتوزع الفلوس وكذا، رجعت لهذا الاسلوب هذا هنايا. ثم هنا كيطرح سؤال على شحال المبلغ اللي وزعت الجزائر، شحال المبلغ. ثم هنا لما جات بون الى الجلسه وقال ذاك المبلغ ديال 100 مليون دولار، معناها هذا بانت الامور هنا بانت. كاين رؤساء كيعطيو ما كيقولوش بهذا الجانب هذا، من بعد كتخرج شي كومينيكي صغير كيقول راه ساهموا كذا وكذا. هذا الجانب هذا هنا السؤال اللي كان خصو يطرح، علاش هادشي كامل حنا كنطرحوا؟ علاش هادشي كامل؟ علاش؟ راه كيبين بانه هنا كنفهموا بان الجزائر في وضعيه صعيبه وخاصهم حدث باي طريقه. كتذكروا ملي كنا كنقولوا احداث يربحوا في شي مباراه، يتاهلوا للنهايه، فازوا على المغرب واحد المره في قطر في كاس العرب، بمعنى خصهم حدث باش يجمعوا الجزائريين لان خصهم يشتوا الانظار. ثم هنا راه يبان لنا بانه واحد المده طويله ما كاينش عندهم شي احداث نهائيا. معناه هما بقاو مركزين على منصب كان خصهم يوصلوا ليه ويديروا منه حدث. وراه شنا الاحتفالات في الاعلام وكذا. لو انه مثلا كان وصل المغرب، وصلت المرشحه ديال المغرب او المرشحه ديال مصر، ما كانش غيوقع هذا الشيء هذا، عادي جدا. ولكن الوضع الداخلي جوج حوايج، الوضع الداخلي عندهم كيبان بانه محتاجين بحال هذا الشيء هذا. ثم الجانب الثاني قضيه ديال محتاجين هذا باش سيكولوجيا البوليزاريو، باش ما يموتش البوليزاريو. هذا جانب هنايا. الجزائر ما محتاجه حدث حيت ما عندها والو، بصح ما دارت والو يا الجزائر، ما دارت حتى حاجه. الله يا ودي. مجلس الامن الدولي، في رئاسه الامن الدولي والمبادرات اللي دارت على قبل فلسطين، ووصلت القضيه القانون وقضيه ديال ايمان خليف، وصلت هي الامن الدولي. زيد عليها زيد مازال ربطنا فرنسا والشوكولاته ديال الجزائر. ودي شحال قد نقول لك يا صاحبي، سيري يا وديت كان ماشي الفرغه ديال البغل. ولكن عجبتيني اني لان عطيتيني واحد الفرصه باش نبين لك قضيه ديال الحقائب وسميتو، لان بغيت نذكرك خصو تذكر ياك. لو نذكروا معنا الفساد والرشوه شوف معايا قوم بولا باش تذكر يا البغل.
وشتي راه قال لهم شوف، راه قال لهم هو داك باتيتزي باريتزي قال لهم راه انا نتعاون معكم نقفل الموضوع. تعرف شوف الفيديو شوف. تتواصل فصول التطورات القضائية لفضيحة الفساد المعروفة بقطر جيت. عضو البرلمان الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري المشتبه به الرئيسي في فضيحة الفساد هذه والتي هزت أركان البرلمان الأوروبي أبرم اتفاقا مع النيابة العامة البلجيكية ينص على تعاونه في مقابل عقوبة مخففة لن تتعدى السجن لعام واحد. محامي بانزيري أكد أن موكله يعي مسؤوليته ويدرك أن لا مفر من التعاون مع القضاء. سيتعين عليه أن يقول كل ما يعرفه، سواء تعلق الأمر بالمستفيدين من ظاهرة الفساد والنظام الذي كانت تمارس فيه الرشوة والشبكات المالية. لن يقول شيئا لا يعرفه، ولكنه سيكشف كل ما يعرفه كما تعهد بذلك. وحتى انا ما تيقتينيش، حيت غتقول لي اش دخل راه كاتبين المغرب قدو قداش. ها انت بوريل، كتعرف شنو بوريل؟ هو النائب رئيس المفوضية الأوروبية، وهو أعلى يعني واحد كيمثل الاتحاد الأوروبي فيما يخص يعني العلاقات والشؤون الخارجية والسياسة الأمنية. شوف غادي يقول في المغرب ماشي اللي قلت، هو اللي قال. شوف في خلال المحادثات مع السيد بوريتا ومع رئيس الحكومة هذا الصباح تحدثنا أيضا عن القضية المتعلقة بالفساد داخل البرلمان الأوروبي والتي تشير بالأسبوع إلى المغرب. طبعا هذه قضية تعاطتها وسائل الإعلام. موقف الاتحاد الأوروبي طبعا واضح، ليس هناك طبعا، نحتاج كما قلت إلى انتظار نتائج التحريات لتوضيح وننتظر، وطبعا احنا ننتظر مساعدة وتعاون كل مشوهين. ولكن اللي زاد اللي خلاني نشوف هذا الشيء اللي كيوقع في المغرب وهذا الروينه اللي كنايضه، ان هذا المنهار الخريطي كان دار واحد الموضوع مهم بزاف ويمكن ما رديتوش للبال، ولكن انا جبدته ودرت شويه البحث باش نجبد له، نحط له المصاص ديالو فوق النار. شوفوا معايا الفيديو ديالو هو 40% ديال العقارات كيشريها المغرب ومضارب مع الاتراك باش يحافظ على القدس. هذه حوايج خصهم يعرفوها الناس، هذه المغرب كيشري عقارات باش يحافظ على القدس، وهذه يعرفوها الناس. يسولوا بيت مال القدس، يسولوا الناس اللي كاينين تما كيمشيو. المغرب كيشري عقارات، كيشري للحفاظ. الاتراك باغيين يشريو المغرب باش ما يشريش واحد اخر، باش يحافظ على القدس باش يحافظ عليها. الناس ما كيعرف هادشي كيديروا الجزائر، هادشي كيديروا الجزائر، كيديروا الكاميرات مصدعين ما عمرهم ما عطاو ريال. ايوا مسكين ميمي ترمون كيشري العقار باش يحافظ على الفلسطينيين، يحافظ على الفلسطينيين. شري عقار في فلسطين باش يحافظ على الفلسطينيين في القدس، يحافظ على الفلسطينيين. ولكن منهار المخريطي نسى ان كاين ناس اخرين خرجوا في اخبار اخرى. سمعوا معايا هذا الفيديو. الإمارات والمقامرة بالقدس. مليارات الإمارات تهود القدس وتشتري مساكنها للمستوطنين. في تصريحات مدوية وعبر مواقع الإعلام المختلفة والفضائيات في 25 من إبريل لعام 2015 أعلن كل من الشيخ رائد صلاح شيخ الأقصى رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل والشيخ كمال الخطيب أن لديهم وثائق وأوراقا رسمية تثبت تورط الإمارات العربية في دفع أموال لشراء 34 شقة ومنزلا في القدس المحتلة، وأن هذه الأموال قد وصلت إلى البنوك في إسرائيل والتي دفعت لأصحاب المنازل المسربة في بلدة سلوان في القدس المحتلة وبيعت بعد ذلك للمستوطنين صهاينة. كان مصدرها دولة الإمارات. تقول لي هذا الفيديو ده مع كيفاش الإمارات غادي تشري الأراضي وهي ديال الإسرائيليين ماشي للفلسطينيين؟ واش دخلنا حنا في الإمارات هنا؟ أنا نفهمك، غنزيد نفهمك أكثر. كاين واحد الفيديو في الجزيرة
هي شرحت نفس الموضوع، وفي الجزيره وفي ليبيا وفي بزاف ديال الدول العربيه، ان القضيه في الامارات اللي كيمشي عند الامارات راه صهيوني بحالهم. كتعرفوا ميمي ترمون حبيبو الصهاينه، وغنتكلموا على الوفاه ديالو. شوفوا معايا الفيديو هذا. بمعنى أن عملية الشراء كان فيها كذب وتدليس، هي في الأصل شريت من أجل هذا المستوطن، لكن ظاهر الأمر أنها لهذا الإماراتي، أو كانت شركات لها مكاتب في الإمارات ولها مكاتب هنا في القدس، شركات أمريكية، لكن أصحابها واضح مدراءها ومسؤولونها يعملون لصالح الاحتلال الإسرائيلي. هذا بالدليل، وهذا بالدليل طبعا، هذا بالدليل. اي دابا هنا اتفقنا. واخا سيدي، انا سيدي غادي نجيب لك جيراندو. تعرفوا جيراندو ياك؟ رجل الاعمال اللي كاين في كندا، اللي ديما كيبقى يجبد المصارن. سمعوا معايا شنو قال. المغرب بدا كيفقد السياده ديالو يا ساده. فراسكم ولا ما فراسكمش؟ واش راسكم دابا باللي الاماراتيين ولاو كيتسالاو في البلاد بالاسكورت؟ اماراتي عادي شاري شي اراضي وكذا كيخرجوا معاه جوج ديال الموتور ديال البوليس وطوموبيله اخرى كتحميه من غير الطوموبيله فاش راكبه هو، لان شراو البلاد كما وقع في مصر غيوقع لكم حتى في المغرب. هذا كلوا عليه وشربوا، لان كلشي ولا ديالهم وغادي توليو عندهم خدم. والاماراتيين يا ساده راه محللين لليهود، يعني هما اللي كيحللوا لهم، هما اللي كيشريو بسميتهم، هما اللي كيوجدوا لهم التيران باش واحد النهار يعطيو لهم جاهز كما غيعطيوهم مصر باش يكملوا اسرائيل الكبرى، يعطيوهم كذلك حتى المغرب. وغادي يوقع لكم تماما كما وقع لسوريا فاش سيطرت عليها روسيا، ولا الرئيس الروسي كيتمشى هو الاول وراه بشار الاسد. نفس الشيء غيوقع. ومبروك عليكم الزيادات الصاروخيه الصباح اللي تزادت في كل شيء. دابا شويه غيزيدوا لكم لان مازال ما تزادش ولد المراه اللي غيخرج لهم فاس. وتحياتي للشعب المعتقل. ياك بعدا كاين هذا مغربي كندي، ياك مجنس كندي، يعني عنده جنسيه كنديه. سمعتوا شنو قال؟ يعني كلام ما عندكوش مع جيراندو، لان جيراندو واخا سيدي واخا. ولكن انا غنجيب لك واحد الانسان، ايوا اش من انسان، غنجيب لك قبيله وتجي قليله ديال المغاربه وساكن دراوش، خذوا لهم الاراضي الاماراتيين وشراوها. يمكن ما تيقتينيش. شوف معايا الفيديو. عايش في الجحيم. ايت علي شعبة العبد، شاد على الامارات، طرف داتو الامارات، الله يرحم من دات الامارات، ومن بقى تا هو حي ولكن غنحسبوه ميت. الله يرحم لك الوالدين. قرب عندي بقات عندنا سيدي 2700 هناك الهكتار اللي بقات عندنا بقاش عندنا فيه، وفيها 700 ولكن مشيجه بقاتنا عندنا 2000 قلهاش، وهاد الناس غيحرمونا من هاد البلاد، مابقاش عندنا فين نمشيو. الغابه داتها الامارات، ها هي كلها كتشوف فيها داتها الامارات. بقات عندنا هذه 700، هذه 2700 قطار، وفيها 800 مشيجه، بقات عندنا 2000 قلهاش، مابقاش عندنا فين نمشيو، ما بقاش عندنا فين نمشيو. كنعيشوا هنا، حنا والدينا صناهم هنا وحنا بقينا هنا. زاديتو هنا. انا بنفسي كنهضر معاك، عندي 7 ديال النفوس، فين غنديهم؟ ما عنديش فين نمشي. البلاد ما كايناش، كاين اللي عنده خدام، كاين اللي عنده ما عندوش كاع. كيف غنمشيو؟ هذه بلادنا راه ما غنفوتوهاش باش واحد عاجبه فلوسو يجي حتى للدوار. ها ما بقاش نص كيلومتر ما بيننا وبين الدوار، تيقنسوا فوقنا. راه عيب وعار. السلام عليكم. عندي لك كارتات الاعاقه تنتفدو، ما عندي حتى حاجه، لا ما نسخن لا ما نبرد والو، ما كاينه حتى حاجه عندي حمار تركب على الحمار وتنتفدو. معاق انا معاق وتنتفدو، وعد بالجوع بوليداتي محاريب كل شيء. جاو في فم المحل وتيديروا لينا الشبكه بالبودره بكل شيء، مخلينا سادين علينا، كفسونا، ما بقاو يخليونا فين يخرجوا عيالاتنا، يخرجوا عيالاتنا ما خلاهم فين يخرجوا، فين يديروا الماء، راه ما صابوا فين يبولوا، راه ما صابوا فين يبولوا والو. وعرفتوا الفيديو هذا خاد مني يومين، من البارح واليوم، واخيرا لقيته باش نوريه لكم. منطقه الرباط سلاوه ما جا وراهما، وقنيطره ولا الاراضي كلها تمحات. علاش؟ لان كتعطى الاماراتيين شراو، والقطريين شراو، والصهاينه شراو، وانتما كلشي كيتباع من الصهاينه. علاش بغاو يرحلوا شي واخا سيدي. شوف معايا هذا الفيديو هذا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي جريدة الحدث 24، مرحبا بكم معنا في هذا المباشر من العاصمة العلمية للمملكة مدينة فاس. كما كتشوفوا معنا في الصورة، هادو مجموعة من النساء اللي جايين من واحد المنطقة جنان السراج، منطقة ديال الجنانات تابعة لمقاطعة جنان الورد. فاليوم كنا جينا عندهم في شهر 8، كانوا امام المقر ديال الجهه في حدا ولايه جهه فاس مكناس، كيطالبوا بالسكن بعد ما كيقولوا هذه من 2021 وهما كيوعدوهم بالسكن الى حدود اليوم مازال ما عطاوهم حتى شي حاجه، مازال ما استافدوش. اليوم جايين كتشوفوا معنا بالماكله ديالهم بالغطاء ديالهم، غيباتوا هنا حسب ما قالوا. كاين شي حاجه اكثر من هذه؟ نساء تنام في البرد، ضروري لا. اما انا ما بقاش ندير الفيديو ديال الهدم، ان المغرب كله تهدم بلا ما نوريك الكواليس. غير واحد عجبني مسكين، واحد الراجل مسكين من الجنود المجنده، دوك الناس كانوا كيتقاتلوا، يعني حنا درنا تفرجوا. اول واحد كان وجهوا لي الرساله هو سيدنا انا دابا اللي تندوي معاك عندي 2 ولاد كبار ساكن معايا هنا، واحد مجوج عنده 2 بنيات، ايوا والاخر باقي ما عزري معايا. كنديروا هاد الولاد هذاك اللي مسكين اللي بوليداتو وخوه معاه يسكنوا في 45 متر. هادشي ما كاينش في ليبيا ما فيهاش هادشي. ليبيا الناس كتعيش على حساب الدولة. السودان ما عندهمش هادشي. خاص هادشي يوصل لسيدنا، خاصو يوصل حسبنا الله ونعم الوكيل، الله ياخذ فيهم. شتي قريب لا فينو ميمي راه عند الامارات اللي كيشروا الارض وكيبيعوا الصهاينه. تقول لي ما هو دليلك؟ شوف ما دليلي. شوف والله الا هما البلاد اللي راجعين لبلادهم بالله ها الشيخ هما راجعين لبلادهم. انا ما عندنا والو في البلاد. زوين الفيديو عجبك دير لايك وسبسكرايب وتعليق، ومن بعد دير شير بارطاجيو ندير لك بارطاجيو. شوفوا بارطاجيو كليت السكسو ماشي بحال ما كليت والو. بسم الله بارطاجيو المشاهدين، بارطاجيو لكم. شوف لكم بعيدا على البارطاجيو والقرابه ديال الدم ديال السلاغيله، بعيدا على هذا البارطاجيو. شوفوا معايا هذا شوف المخزن المغربي كيفاش كيحمي الصهاينه.
وانت يسلخ امك. هذاك المخزن المغربي الله فعلا صهاينه. الى هنا نقول لكم لايكات، بارطاج، تعليقاتكم، وشعارنا الله الوطن الملك، الله الوطن الملك، الله الوطن الملك، الله الوطن الملك. عاشينا 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 عاشينا. الله الوطن الملك، الله الوطن الملك. عاشينا عاشينا. الله الوطن الملك، الله الوطن الملك. عاشينا. تحيا الجزائر.